لما نيجي نعمل محشي بنعمل انواع كتير. هي هنا هتعمل بصل طبعا جيد وجايباه كبير، هتحط طبعا الخلطة رز ولحمة مفرومة وخلطة المحشي المعتادة، لفة البصل. طبعا عايزة تغيري في تلغي اللحمة المفرومة في الحشوة عادي جدا. بعد ما هتلف المحشي وهتحط بقى الطماطم بقى بتاعتها من فوق الوش، وهتدخلها الفرن يستوي جوه الفرن. تعالوا نشوف الشاورما، شاورمة اللحمة اللي زي اللي عند السوريين بس هنا بقى في البيت. لحمة، زبادي، معلقة صلصة، ملح وفلفل والبصلة المبشورة، وتبليها بقى يا ست الكل كده وسيبيها ساعتين 3، ولو تسيبيها من بالليل للصبح تبقى حلوة قوي. ادي البطاطستين بس هنشيل حتتين كده من فوق علشان تبقى البطاطس متسوية، وهنحط رشة الزيت وحتة زبدة عليها. معانا هنا الزبادي والثوم والزعتر وزيت الزيتون او زيت عادي، بصل مقطع وبقدونس، طبعا البابريكا، حابة تحطي فلفل احمر حامي، وقلبي بقى كده وتعالي نعمل السندوتشات. هنا كانت الشاورما استوت، والعيش بقى الشامي والمعلقة كده من الصلصة اللي احنا عاملينها، وبقية الشاورما والبصل والبقدونس، واحلى سندوتش. الف انا